ازيكم يا اصحاب شقاوة شطار في كل مكان. وصلنا دلوقتي لفقره حلوه، فقره المطبخ. النهارده في المطبخ معايا مين من صحابي؟ خالد ومين؟ فريده. النهارده خالد وفريده هيعلموني او هيورونا ازاي ممكن نعمل ساندوتش بطريقه جديده. خالد، هنبقى ايه المكونات اللي احنا محتاجينها للساندوتش؟ هيبقى عيش وتونه وزيتون ومايونيز وبقدونس. عايزين نوري تاني صحابنا المكونات. هيبقى معانا مايونيز، في صحابنا بيحبوا الماسترد ممكن يستخدموه بدلها، ممكن لو هما بيحبوا الماسترد. هيبقى كمان معانا زيتون زي ما احنا شايفين. بعد كده تونه احنا حاطينها في طبق هنا، ممكن نوريها لاصدقائنا كمان. وهيبقى معانا بقدونس وعيش توست في الطبق هنا. كمان هنبقى محتاجين حاجه مهمه يا خالد. ايه؟ كده هنبقى محتاجين توث بيكس او العيدان الخشب الصغيره. اول خطوه هنعملها، احنا فضينا التونه في الطبق، هنبقى محتاجين نعمل ايه؟ نجيب العيش ولا نحط الحاجات كلها مع بعض الاول؟ نحطها الاول مع بعض ونرتبهم. اوكي، هناخد معلقه مايونيز، حاجه صغيره. تقلب انت. هنحط معلقه مايونيز او ماسترد على حسب اللي احنا بنحبه، وهنخلطه مع التونه. طبعا ما نكترش علشان طعم التونه كمان يفضل موجود. ممكن نحط شويه بقدونس كمان. اوكي، ممكن نحط بقدونس نقلبه برضو. ومش مشكله بقدونس او اي خضار احنا معانا ممكن نزود منه لانه طبعا هيبقى مفيد. خلوني اقول لاصحابي ان التونه مفيده، وكل كل انواع السمك مفيده، لكن كل انواع السمك او كل نوع بيبقى ليه حاجه بيختص بيها. يعني مش كل العناصر الغذائيه بتبقى موجوده في التونه او في انواع الاسماك كلها. احنا قلبناها. طبعا كمان الخضروات بتبقى مفيده لان فيها ايه يا خالد؟ فيتامينات، فيها فيتامينز. بعد كده هنجيب التوست. هنعمل ايه؟ هنحط فوق التونه، هنعمل زي سبريد او هنفرد التونه على التوست. بعد كده هنعمل حاجه او هنعمل اشكال زي ما احنا بنشوفها في الريستورانتس بره. نشوفهم بيعملوا ايه يا خالد. هوريك دلوقتي حالا. طبعا احب اقول لاصحابي واحنا في المطبخ المفروض ايدينا تبقى نظيفه، ان احنا طبعا بنغسلها كويس قوي. اوكي، عشان احنا بعد كده هناكل الاكل ده، فالمفروض ايدينا دايما تبقى نظيفه. ده الشكل التقليدي للتوست ساندوتش او الساندوتش اللي احنا بنعمله على طول. لكن احنا ممكن نعمل بقى النهارده اشكال جديده. هيبقى معانا سكينه، ممكن نقطع الساندوتش انتو هافز او نصين. اوكي، ممكن بقى زي ما بنشوف بره ممكن نعمله ايه اصغر كمان. ممكن الفلفل الاخضر او الملون لما احنا كمان نقطعه، ممكن ناخد قطع صغيره ونحطه في التوث بيكس ونملى بيه الطبق. صح؟ دي هتبقى فكره جديده احنا ممكن نعملها. دايما بنقدم لكم افكار ممكن كسناكس او وجبات سريعه وخفيفه. لو احنا عندنا كمان صحابنا جايين وعايزين نعمل لهم حاجه حلوه، احنا ممكن نعتمد على نفسنا ونعمل الافكار دي. صح؟ وسهل ان هي تتاكل لان هي ممكن تتمسك كده تتاكل بسرعه. خلصت فقره المطبخ. انا كنت مبسوطه جدا مع فريده وخالد. هنرجع دلوقتي لاصحابنا في الاستوديو نشوف هما بيعملوا ايه. موافق؟ يلا بينا.